ازيكم عاملين ايه؟ كله بونو. النهارده فيديو جديد، فيديو بارت 2 الافراح في مصر. من البرنامج بتاعكم المفضل الحد الاسطوري اللي انا عارف ان الشعب المصري كله بيتفرج عليه. يا رب الكلب اللي انا بقوله ده. كل يوم حد فيديو جديد، وكل يوم حكايه جديده، وكل يوم حاجات هنشوفها غريبه مع بعض يعني. انا بالنسبه لي مش فاهم ليه بني ادم عاقل يقرر يعمل في نفسه كده. ليه؟ عشان الريتش يعني، عشان الترند. انا شفت حاجات في الافراح دي تخلي الواحد يراجع نفسه ويراجع قراراته كلها، قرارات حياته عموما يعني. من اول رقصه اللي بتبقى شبه التايكوندو لحد عم العروسه اللي بيبقى عامل فقره في القاعه تحس ان هو في السيرك القومي. بصراحه انا شايف نلغي الافراح بعد اللي انتوا هتشوفوه ده. يعني نعمل كاتب كتاب اونلاين، نسلم على بعض بالايموجي كده يعني في الضيق، احسن من الفضايح اللي بتبقى في القاعات. استعدوا تشوفوا حاجات هتخليكم تقولوا هو احنا كنا جايين نفرح ولا نعمل تحدي تيك توك. يلا بينا نشوف الكوميديا الحقيقيه، مش في السينما، لا ده في قاعات الافراح. يلا بينا على اول فيديو. صاحبك اللي بيقول لك ما تقومنيش محدش يقومنا يا جدعان في الفرح علشان مش هرقص، هو بقى. ايه ده؟ انت مستوعب؟ طب فكر 5 دقايق، معلش فكر 5 دقايق قبل ما تعمل اي حاجه، شوفوا صح ولا لا، يمكن يطلع غلط. يا جدعان انا مكسور. يا ابني كمل يا صاحبي في نعيم الجهل. صاحبك اللي صاحبته سابته يوم فرحك وخلته مريض نفسي. انا شايف ان احنا نلغي الافراح. ايه ده؟ مش واحد بس، دول 2. يا جدعان نفسي ابطل اتكسف للناس، والله نفسي ابطل اتكسف. انا من عليه هطفي الفرح. ده انا خايف من العين يا حبيبي، اللي غير واللي يجز بالراحه. في عين يا صديقي بصلك من ورا، يعني في عين بصلك في نقطه معينه، في زاويه معينه، في حته، هو في عين، يعني في عين في الموضوع. احنا نلغي الافراح. انا شايف ان احنا نلغي الافراح، نخليها في الضيق، يعني نخليها في الضيق كده في البيت عندنا. ليه القاعه بقى ونجيب الناس تتفرج علينا؟ عارف انت الحظ، اهو انت الحظ يا حظ يا حظ. الجوازه دي مبسوط فيها. لما تاخد نص يوم اجازه عشان تحضر فرحك. هو تقريبا حد صحاه من النوم قال له انت عندك فرح فقام. انا حاسه هفتان يعني، مش عارف، بس انا حاسه جاي من الشغل. خلاص بقى انتوا تقعدوا تلفوا حوالين بعض، ما تفرهدوش بقى، ده لسه واخد نص يوم اجازه، الراجل مش قادر يلف اصلا. ربنا يعينك ويا رب يكون سعيد دلوقتي. خلاص كده، ده بالسلامه. حد يشوف له دكتور، ده الفقره 7 و8 و9 و10 خلاص راحوا كده. يا عمود يا فقري. لما اقول لاصحابي انا عايزكم تشرفوني قدام العروسه. ايه ده؟ هو احنا في ملاهي ولا ده فرح؟ يعني انا عايز اعرف بس، يعني ايه ده؟ ايه ده بجد والله؟ انا من رايي نلغي الافراح. لازم واحد من اهل العريس يكون تافه، ما هو لازم، ما ينفعش الشخص ده ما تجيبوش بقى ساعه فرحك. يعني الشخص التافه اللي انت عارفه بيعمل مقالب وبيعمل حاجات من دي ما تتصلش بيه، ما تقولوش اللي انت بتتجوز خالص. قوم يا عريس، قوم خد العروسه وامشي من القاعه احسن. انا لو منك اطلع اجري، خلاص اطلع اجري، اشوف بيسين، اقرب بيسين فين وانط فيه. بجد والله نفسي ابطل اتكسف للناس، مش عارف ليه بقشعر انا، يعني هم نفسهم ما فيش حاجه عندهم، انا اللي بقشعر. مش قصدي ان نقل منك، بس احنا يعني ايه، في حاجات اسس كده لازم نعملها. انت بتعملي ايه يا حاج؟ او النبي يا حاج ربنا يبارك لك، الجو ساقع يا حاجه، اللي انت بتعمليه ده يا حاجه. استاذنكم يا جماعه ما حدش يطلع على المسرح. يا حاجه الفرح ما خلصش يا حاج. استاذنكم يا جماعه ما حدش يطلع على المسرح. حاجه جت جت في دماغها فكره، ما هو هي جت في دماغها فكره قالت تنفذها. هو بقى ضربت في دماغ الحاجه، خلاص ضربت في دماغ الحاجه ان مفيش حد يتفرج عليها. احنا نبطيه بس
يلا جاهز انزل بيها 3 2 1 يلا الامان يا جدعان، محدش يدي الامان للتاني. يلا اوعى تسيب يا عريس. ايه ده؟ ممكن ما نفكرش يوم الفرح؟ يعني ما نفكرش، نوقف دماغنا، نوقف ده. وده حقيقي. وراها بقى يا شاب، وراها. لا انا وقعتها خلاص كده. هي بقى تطلع. بص طلعوا له منين، بص طلعوا له منين. من رأيي ان اهل العروسه واهل العريس ينزلوا برضو في البسين، ويبقى عشان الجو حر يعني، تبقى حمام سباحي يا جماعه يعني. This is Sparta! ليه الانسان ممكن يعمل في نفسه كده بجد؟ ايه مشكلتك يعني؟ ايه مشكلتك؟ صاحبتك، هو حب صاحبتك في وقت الفرح، سبحان الله ظهرت كده، فيها ايه؟ انا مش شايف فيها حاجه الصراحه. على فكره ما عملتش حاجه غلط. ايه ده؟ كل ده يا جدعان عشان الريتش؟ يا جدعان انا ايه يا جدعان، انا بقول من رايي نلغي الافراح، بس هو لو لغوا الافراح احنا هنشوف ايه؟ يعني انا الصراحه ما بروحش سينمات، يعني انا بتفرج هنا معاكم. يلا امشي. انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ وايه اللي انت لابساه ده؟ احنا مش متفقين على كده. مالك ومالها؟ انت منافسنا من ناحيتها ليه؟ في نفسنا في الموضوع، انت مالك ومالها بقى؟ اللي استغربوا ان في واحد واقف بيصور بالتليفون. انت بتصور ايه يا معلم؟ في ايه؟ في ايه بجد والله؟ يعني انت شايف دلوقتي مش بدل ما تخش تسلك، ولا انت من اهل العروسه ولا من اهل العريس؟ طب انت خش شوف انت الدنيا، حط التليفون ده كله طالع بيصور. تقريبا بيبقوا كاتبين ده في العقد، يعني اللي هم هيعملوا خناقه كبيره وهيتضرب قلمين ولا 3 اقلام، فابوها لا والله يا ابني احنا عندنا قلم واحد بس، لو هتعمل كده عشان الريتش ويعلى فهو قلم واحد، اكتر من قلم لا انا هقف لك بقى. ما حد عندك منك في الدنيا انت. مقلب يا بنتي. الراجل اللي ماسك المايك مقلب خلاص، مقلب يا جدعان، مقلب. مفيش حاجه يعني، فيها ايه يعني؟ بالاربعه عملت لك 3 افراح، المره الجايه هيكون فرحنا الرابع ومعانا البومبينو بتاعنا. مقلب يلا ارقصي مقلب. ست الحبايب يا حبيبي، انتوا الاثنين واحد عندي، مش هقدر اغسل حد فيكم عشان ما اتضربش النهارده. اقسم بالله بعشقك واموت فيك، مفيش حد عندك لا مني. ودي اختي يا واعتذر قدام الناس اهو، ده كان قلم، ما كانش قلم، هو ما كانش قلم. جماعه دي اختي، بس انت اختي ودي مراتي، اقسم بالله بموت فيك. خلاص بقى. طب يا جدعان خلاص احنا خلصنا الفيديو دوت، وشكرا ليكم، كويس ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا، واللي اتفرج لحد هنا بجد احلى بوسه ليك، واللي ما اتفرجش لحد هنا اتمنى ان انت تتفرج لحد هنا وتشوف. لو عايز نعمل لك بارت 3 من الفيديوهات دي، انا الصراحه استكفيت. لو عايز نعمل لك بارت 3 قول لي واكتب لي في الكومنتات، ولو عايز حاجه اكتبها لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا دي حاجه لازم اقولها طبعا. سلام يا جدعان، انا خلاص كده، السلام عليكم.